مكرمنا والمحتفى به المرحوم سي أحمد بن محمد بن الحسن السبعي، أحد أبرز المجاهدين الماهدين الأوائل للكفاح الوطني للجهاد المقدس. هذا النهار فاش بدات الحرب مع الفرنساويين كان لقى نفسه أنه مؤهل باش يجمع المسلمين ويجمع المغاربة، يعني بحيث أن من 1880 إلى 1916 فاش مات رحمه الله. ولكن بقى القتال من بعده إلى 1932 حتى بلاد الأطلس كله كان كينكب عليه. كل القبائل، لا أي زدك ولا أي تغرشن ولا أي عطا ولا أي مرغاد، كلهم كانوا هادو طايعين له. ولهذا أنا فكرت في أن هذا الإنسان اللي خلى بلادنا حرة إلى 1932 وهي كتقاتل الفرنساويين، هذا الإنسان خصو يتذكر. صاحب الذكرى الذي نحيي ذكراه ونحتفي به خاض معارك كثيرة، خاض معارك بكل من لبنانها وعين الشعير وانباج وقدوسة ومواد السبتي وغيرها وغيرها. والسبع زهافت واعرة تدوي وتزلزل الحيوط. وهذا ينطبق على زوم حلقة اليوم، المجاهد أحمد بن محمد بن الحسن السبعي، الاسم على مسمى، وصاحب المقولة التاريخية الشهيرة: إذا عادت العقرب عدنا، وكانت النعل لها حاضرة. قبل أن أعرج في حياة وإنجازات هذا السبع الفلالي، دعوني أعطيكم نبذة حول السياق التاريخي لزهرته بتافلالت. هذه المنطقة التي شهدت معارك ضاربة ضد الفرنسيين، وخاصة في منطقة عين الشعير الواقعة في الجنوب الشرقي للمغرب، بين واحة فيقيق شرقا وواحة بوعنان غربا، على الطريق الوطني رقم 10 الرابطة بين بوعرفة وأكادير مرورا بالراشدية وورزازات، والتي لها تاريخ في المقاومة، لعل من أبرزها حملة الجنرال الفرنسي دو ويبفان قائد ولاية وهران آنذاك سنة 1870، وبالضبط في يوم 25 أبريل حيث هاجمت القوات الفرنسية منطقة وادي قير القريبة من عين الشعير، وحصرت قصبة عين السفير، لكنها لم تتمكن من اقتحام القصر، بل أكثر من ذلك فقد العدو 16 قتيل، منهم 4 ضباط و130 جندي، كما جاء في كتاب أو في أحد كتب العقيد فوانو مصمم خرائط مونوغرافية وجدة وقبائل شرق المغرب. وتجددت المواجهات من جديد في سنة 1887 بين القوات الفرنسية وقبيلة عين الشعير، لكنها لم تتمكن مرة أخرى من اقتحام قصر عين الشعير، بل فقدت كولونيل في الجيش الفرنسي يدعى سراطيل، لتتجدد الحملات الفرنسية بين 1906 و 1939. فبعد احتلال الفرنسيين لمنطقة توات سنة 1900 وبشار 1903 وتيل زارا سنة 1905، بدأ المحتل الفرنسي يتجه ابتداء من 1907 من الجهة الشمالية الشرقية ناحية وجدة إلى الجهة الجنوبية الشرقية في اتجاه بودنيب، وسينطلق الهجوم الأول من مكتب ليوطي الموجود آنذاك في منطقة القنادسة المغربية، كما جاء في كتاب الحرب المغربية الفرنسية الإسبانية 1906 و 1936 الجزء الرابع للكتاب للكاتب والمؤرخ مصطفى العلوي الصفحة 176. فقد كانت عين الصفراء قد دخلت في هذه المرحلة في نفوذ الحكم الفرنسي للجزائر سنوات طويلة جدا بعد احتلال فرنسا جزء من القنادسة المغربية، وبها مكتب الجنرال ليوطي الذي أصدر يوم 3 مارس 1908 أمرا إلى الجنرال فيجي للتحرك في خط مستقيم نحو عين الشعير منتصف الطريق نحو بودنيب. كما صدرت في نفس الوقت أوامر لفرقة غادرت مركز القنادسة على بعد 10 كيلومترات من بشار بقيادة الكولونيل بيرون
لتأخذ نفس الاتجاه وليصلوا معا حتى بعنان. ولكن قوات الضابطين الفرنسيين ما إن التقت قريبا من بقيس حتى هاجمها المجاهدون المغاربة يوم 16 أبريل 1908 بعد صلاة الفجر، واحتمل المجاهدون بمرتفعات جبلية في المنطقة مكنتهم من منع القوات الفرنسية من التحرك ومن تشتيت جيوشهم في المنابهة. وكانت معركة المنابهة ضاربة بين المجاهدين الفلاليين والغزاة الفرنسيين، حيث خسرت قوات الجنرال فيجي في يوم 16 أبريل 1908 أولى قتلاها في أول محاولة اختراق للمنطقة المستعصية، وسقط 9 ضباط. واستنشق المجاهدون الفلاليون رائحة البارود فأحيت فيهم همة الشجاعة وشهوة الاستشهاد، ولم تكن إلا البداية. وضرب الفرنسيون أخماس في أسداس واستنتجوا أن دخول المغرب من هذه المنطقة لن يكون بالأمر السهل، فاستنجد الجنرال فيجي بقوات كثيرة من الجزائر وأقام قيادته في المنكوب وفرق الجيوش القادمة في كل اتجاه. وكانت قيادة عين الصفراء قريبة والإمدادات تصل بسرعة، فاتجهت فرقة نحو عين الشعير وفرقة نحو بعنان وفرقة نحو دويرة السبع. واشتبكت هذه الفرق كلها مع قوات المجاهدين الذين كانوا يركزون دفاعهم عن مركز إقليمهم بودنيب، وهي المدينة التي كانت هدف القوات الفرنسية. وكان يقود قوات المجاهدين بطل أسطوري هو ابن البطل مولاي السبع، واسمه مولاي حمد والحسن السبع، الذي ورث الكراهية للفرنسيين عن أبيه وجده وورث روح الجهاد عن أصله وحسبه. هذا هو السيرة اللي اعتنقها مولاي أحمد بن الحسن السبعي رحمه الله، وكان في تل السنت ونواحي الأطلس المتوسط. راكم كتلقاو الوثائق في الكتاب ديال التاريخ السياسي حتى لسوس عنده الصوت ديالو. الرسائل راني جبتها ديالو كلها، والرسائل اللي راسلوا الناس راني درتها في الكتاب. هنا كانت المكانة ديال مولاي أحمد بن الحسن السبعي، لأنه هو من سلالة مولاي عبد الملك بن إدريس. ولد الشريف والعالم مولاي أحمد بن الحسن السبعي عليه رحمة الله بمدينة صفرو، ونشأ بفاس وبها تلقى العلم بجامع القرويين، حيث درس أنواعا وأصنافا من العلوم على يدي أساتذة كبار من مثيل الأستاذ أحمد المرنيسي والأستاذ محمد بن عبد الرحمن الحجرتي والأستاذ بناني وغيرهم. وفي سنة 1281 هجرية سيتصل المجاهد بشيخه ومربيه في الطريقة الدرقاوية، شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي المعروف بشيخ الطريقة الدرقاوية ومؤسس السلفية الوطنية في المغرب الأقصى، واستقر معه في زاويته بقصر جاوز. وبعد وفاة شيخه انتقل ليستقر في دويرة السبع من أجل التفرغ للعبادة والقراءة والتأليف والنهل من العلوم الشرعية والدينية. ولعل ما يبين تضلعه العلمي وتفوقه في المعارف الصوفية المؤلفات التي ألفها ودونها في شتى المواضيع، وخاصة كتابه الدرر السنية في أصل السلالة العمرانية الشغرشنية والسبعية، والرحلة الحجازية التي اعتبرت بمثابة مصدرا من مصادر التاريخ الحجازي خلال القرن ال19، الفترة التي عدت بامتياز رحلة ضغط وهجوم على العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة، وقد قام فيها بتدوين مشاهدته بدءا من بلدة دويرة السبع وصولا إلى بلاد الحجاز، ثم الرجوع منها ذاكرا المصاعب التي لاقته وواصفا مناسك الحج وصفا مفصلا. ومن أشهر مؤلفاته رحمه الله، من أشهر مؤلفاته مؤلفه الشهير الدرر السنية في أصل السلالة العمرانية السغروشنية والسبعية. ومن مخطوطاته المشهورة كذلك، من المخطوطات المشهورة المشهود له بها الفصل الساطع والسيف القاطع. وقد حفظت جميع مخطوطاته من كتب وأشعار ورسائل ومؤلفات ومذكرات إلى الآن من طرف حفيده مولاي عبد الكريم السباعي. غير أن الطابع البارز في حياته هو استماتته في الجهاد والدعوة إليه، حيث قاد عملية الجهاد بتنسيق مع السلطان مولاي عبد الحفيظ في البداية على الأقل، ولم يطمح إلى لعب دور سياسي، وهذا ما يؤكده المختار السوسي حينما يقول: فلم يظهر منه تطاول إلى الرئاسة، بل غايته وحيدة معارضة النصارى، ينادي في الأسواق والمساجد بالجهاد.
وفي معارك أبريل سنة 1908 واحتلال بودنيب تمكن أحمد السبعي من أن يجمع حوله مجموعة من القبائل. ويذكر أحمد بن القاسم المفضلي مؤرخ الأطلس المتوسط أن مولاي أحمد السبعي قد استطاع توجيه جل قبائل تافيلالت ضد الغزو الفرنسي كأي تزدق وأي تعطى، بالإضافة إلى قبائل الصحراء. فأرسل مجموعة من المقربين منه إلى مختلف القبائل يحثوا على الجهاد، كما أرسل ابنه مثلا إلى تافيلالت وإلى زيان. وبموازاة مع ذلك اهتم بتنظيم مستلزمات الجهاد من خيام ومؤن، واستطاع بذلك أن يعبئ حوالي 5000 مقاوم عند بداية أبريل 1908. وهكذا في 16 أبريل 1908 قرر مولاي أحمد السبعي مباغتة الفرنسيين في المنابهة، أبلى فيها المجاهدون البلاء الحسن كما قلت في البداية. ثم دارت معركة أخرى بالكون في 17 أبريل 1908 التي يصفها الأستاذ المانوني كالتالي: حمي وطيس المعركة، وتقدم المجاهدون نحو المعركة مهاجمين، وجل المجاهدين رجالا وفيهم قليل من الخيل، ورئيسهم مولاي أحمد السبعي على بغلة قصيرة هو أيضا. ولقد أظهر شجاعة نادرة كانت على حد تعبير موريس تيربينار أحد مدير الاستعمار الفرنسي. أخطر معركة تعرضنا لها منذ بداية المسألة المغربية، وتكبدنا خلالها خسائر جسيمة تمثلت في 19 قتيل من بينهم ضابط واحد و101 جريح و9 ضباط. وتوالت المعارك بين المجاهدين والعدو ليتمكن هذا الأخير بفضل تفوقه عددا وعدة بالمدفعية الثقيلة والرشاشات والمتفجرات من احتلال بودنيب في 22 أبريل سنة 1908 التي حولها إلى مركز عسكري وطرد جميع السكان. ثم استقر العدو في كلمة خلال فتح ماي. وفي 4 ماي احتل أيت السبع بعدما قصفها بالمدفعية الثقيلة وهجم زاويتها وصومعة المسجد، مما يوضح العوامل الصليبية الخفية لهذه المعارك. وقد ذكر أحد الضباط الفرنسيين وهو لو بونفوانو في مؤلف له، ذكر تفاصيل حول كل الحروب والمعارك والمواجهات التي قادها هذا المجاهد الكبير، وكل مظاهر الصمود والتصدي والمقاومة والمواجهة التي لقيها المستعمر الفرنسي الذي كان يومها مجهز بأحدث التجهيزات والآليات العسكرية، لأنه جاء من عند الجيران، جاء من الجزائر الجارة حيث ثبت نفوذه وتهيأ بعد سنوات وسنوات وعقود للهجوم على الأراضي المغربية وعلى التراب المغربي. وللإشارة فقط لم تكن مقاومة مولاي أحمد السبعي في الحقيقة إلا حلقة ضمن حلقات مقاومة تافيلالت للاحتلال الفرنسي منذ بداية القرن العشرين، والتي ستستمر إلى سنة 1934. ويعتبر بذلك الجنوب الشرقي من المعاقل الأولى والأساسية للمقاومة المسلحة المغربية. وإلى هنا انتهت حلقتنا حول سبع تافيلالت الذي أصدرت في حقه المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير كتابا تحت عنوان نسيم الزهر المرعي في مناقب مولاي أحمد بن محمد بن الحسن السبعي لمؤلفه مولاي الشريف الزكي العلوي، استمرارا على نهج المقاربة العلمية الرصينة الهادفة إلى تقديم وإبراز أعلام المقاومة والجهاد والحركة الوطنية والثقافية وتوثيق سيرهم. والكتاب يتناول جوانب من المحطات التاريخية في حياة المجاهد الكبير مولاي أحمد بن محمد بن الحسن السبعي التي حاولت التعريج حولها، فإن وفقت فمن الله وإن لم أوفق فمني ومن الشيطان. لا تنسوا فقط أن تشاركون آراءكم تفضلا وليس أمرا. دمتم في رعاية الله.